السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم برمجيين عاملين ايه؟ انا يوسف صبري واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة يوسف كودز. يا شباب، جالي كومنت على الفيديو اللي فات بيقول لي نريدك تعمل فكرة تخمين ارقام. فيلا بينا كده نعمل لعبة تخمين ارقام بسيطة، وكمان لو عندك اي فكرة مشروع اكتبها لي تحت في التعليقات وانا هعملها الفيديو الجاي ان شاء الله. ويلا بينا. طيب يا شباب، اول حاجة هنعمل فايل هنسميه باسم المشروع بتاعنا. ايوه، مثلا number guessing game. بس نحط في الاخر دوت بي واي عشان ده فايل بايثون. بس كده وكده كريتنا الفايل بتاعنا. فيلا بقى نكتب الكود. طيب اول حاجه كده احنا هنجيب اللي هي ايه، هنخلي الكمبيوتر يخمن رقم عشوائي. فكره المشروع بس الاول ان احنا هنخلي الكمبيوتر يخمن رقم عشوائي، واحنا المفروض نعرف نجيب الرقم ده. حلو. فاول حاجه هنعمل import ل random عشان هنحتاجها. وبعدها هنعمل function هنسميها def game لا def play game نفتح قوس، نحط في الاخر هنا شرطين فوق بعض زي الاف والحاجات دي بالظبط. فده هنعمل بلنتين. اول بلنت نكتب بلنت، معلش بلنت دي بس هجيب لكم ايموجي كده حلو عشان ايه اللعبه تبقى شكلها حلو كده. welcome to the number guessing game. نكتب welcome to the number، ناخدها بالكابيتال، number guessing game. بس ونجيب نفس الايموجي ده ونحطه تاني. دي اول بلنت هتظهر لليوزر. بعدها بلنت تانية هنكتب I am thinking of a number between 1 and 100. اللي هو الكمبيوتر بيتكلم، يعني بيقول I am thinking of a number between 1 and 100. انا اسف معلش انا مش مشغل دي. طيب between 1 and 100 ونجيب ايموجي كده اللي هو ايه كأنه بيفكر يعني. طيب كده احنا خلصنا الفانكشن دي. بعدها بقى هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة عشان هنكتب السطر الجاي اللي هنكتبه ده اللي هنخليه يخمن رقم من 1 ل100. بس هنكتب number اللي هو هنعمل variable نسميه number equal random dot rounded. هاي rounded ظهرت، بس نعمل كده 1 وهنا 100 اللي هو كده هيخمن رقم من 1 ل 100. طيب بعدها بقى هنكتب هنا attempts اللي هي المحاولات يعني بتاعتنا اللي احنا هنعرف نجيب عشان يحسب لها في الاخر محاولات. هنحسبها بكام؟ بزيرو، وكل مرة محاولة مثلا بغلط وكده هنزود 1. طيب بعدها ننزل كده هنكتب while، هنستخدم while loop عشان الكود يفضل شغال. while loop قصدي while loop ايه while true. طيب وبعدها هنكتب ايه جاس
جاس ايكوال، هو ده التخمين يعني بتاعنا. بس هيقول لك ايه انبوت، هيظهر لك مثلا الايموجي ده، بس اجيبه لكم الايموجي ده، ويقول لك انتر يور جاس. بس كان المفروض ان انت في الوقت بقى تدخل الرقم اللي انت خمنته. بس بعدها بقى هنعمل ايه؟ اللي جاي بقى الكود اللي جاي ده هيخلينا نتأكد هل الرقم اللي انت دخلته ده هو الرقم اللي خمنه الكمبيوتر ولا لا. طيب هنكتب اف نوت جاس. ايه الكلام ده؟ لا لا لا، دي بس عشان هو داس على حاجة. اف نوت جاس دوت ان ديجيت ده اللي هو ايه، معلش، ده اللي هو بيتأكد هل الرقم اللي انت دخلته اصلا رقم من 1 ل100، ومثلا دخلت 512، فاهم؟ هو لازم تدخل رقم بين دول يعني. بس المفروض ان هو لو ما كانش رقم اللي هو رقم اصلا او رقم من 1 ل100، فهيطبع لك ايه؟ هقول لك هنا بلينت استنى اجيب لكم ايموجي كده. بلينت بليز انتر افيلد نمبر. بس كده. ده بقى ننزل تحت وهندوس كونتينيو. طيب بعدها بقى هنكتب جاس ايكوال انت اللي هي انتجر يعني رقم جاس. ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الرقم اللي احنا اللي هو خمنه الكمبيوتر، احنا ايه عرفناه بجاس. حلو. بعدها نكتب التين بيتس، نكتب بلس ايكوال 1. اللي هو ليه بلس ايكوال 1؟ عشان كده كل ما احنا نخمن تخمينه فكده هتتحسب لنا بتخمينه واحده، عشان في الاخر يحسب لنا اجمالي التخمينات بقى بتاعتنا. طيب بعدها بقى هنكتب اف جاس اللي هو التخمين بتاعنا كان اصغر من النمبر اللي خمنه الكمبيوتر، فهنعمل ايه؟ هنكتب بليند، هيطبع لنا يعني بليند والرقم بتاعنا كده اقل من الرقم اللي خمنه الكمبيوتر، فهيكتب لنا ايه too low try again، يقول لك حاول تاني مثلا كده. طيب بعدها بقى هنرجع ورا كده ونكتب الف. لو بقى الجاس بتاعنا ده كان اكبر من النمبر اللي خمنه الكمبيوتر، فهننزل تحت كده ويطبع لنا برنت تو هاي، هو ده كبير قوي يعني، try again تاني. طيب وهنكتب الف تانية برضه، الالف التانية دي هي مختصر الكلام يعني في الاخر. طيب غير كده اللي هو بيقول لك لا مش الف، else، معلش انا اسف، else. بس بيقول لك بقى في الاخر ان هو ايه، لو ما كانش اكبر من الرقم ولا اصغر من الرقم فاللي هو هيبقى ايه، هيبقى الرقم نفسه. بس فهنكتب بقى ايه، هيبقى علينا برنت كده احنا عرفنا نخمنه صح يعني. نكتب برنت، هنرجع ورا دي بقى ونكتب ايه اف. ليه نكتب اف؟ عشان نقدر نكتب نمبر وجاس
او اي يعني variable في البوينت نفسها، عشان مش هنعرف نكتبها من غير الاف دي. طيب بعدها نكتب correct، هو صح يعني. you just the number ايه بقى، نكتب ايه النمبر بتاعنا. number ده اللي هو الرقم اللي هو خمنه الكمبيوتر in 10 bits at 10 bits مش عارف كده صح ولا ايه، معلش هي هنا نشيل بس الاي. طب at 10 bits، التمبتس دي اللي هي ايه، دي اللي احنا حسبناها هنا، فاللي هو ايه هيزود عليها كل مره واحده. حلو، هتفهم الحاجات دي في لما نعمل ران للكود. طيب التمبتس بس كده. ممكن مثلا نرجع ورا كده ونحط علامة تعجب ونحط الايموجي ده تاني، يعني نظبط بقى الكود بتاعنا. طيب بعدها بقى نكتب بريك اللي هو خلاص كده يعني مش هيفضل يعمل لوب. بريك دي اللي هي بتبوظ او بتقطع الوايل لوب اللي احنا عملناها فوق دي. تمام. بس هننزل بقى تحت كده ونرجع ورا خالص، عشان اللوب احنا نعمل لوب جديد دلوقتي. اللوب الجديد اللي احنا هنعمله ده ايه، ده لوب للمشروع كله. فاللي هو هنعمل ايه، هو ده كان لوب اللي هو ايه، لو انت خمنته غلط يقعد يزيد ويعيد وبتاع ويقول لك خمن رقم تاني خمن رقم تاني لغايه ما تعملها صح. ولما تعملها صح بيطبع لك اللي قلنا الرساله دي زي ما قلنا. حلو. اللوب الجديد ده بقى ايه، هيفضل يعيد المشروع. في واحد برضه قال لي عليه في التعليقات، بس قال لي اعمله في الفيديو اللي جاي، فانا اعمله يعني. بس فزي ما قلنا هينزل كده ونكتب وايل لوب، وايل ترو، مش عارف ايه وايل لوب معايا، وايل ترو، ونكتب بلاي جيم. بلاي جيم ده اللي هي ايه، حد فاكر؟ اللي هي الفانكشن اللي كتبناها فوق، هي دي فين اهي، بلاي جيم اهي. طيب بعد بلاي جيم هننزل كده نكتب اجين، هنسمي variable نسميها اجين، نكتب equal، هنكتب input. استنى اجيب لكم ايموجي كده كويس. طيب هنسأل بقى اليوزر هل هو حابب ان هو يستخدم او يعيد المشروع ده تاني، يعيد اللي هو ران الكود تاني من غير ما يروح يدوس ران وكده، لا في نفس الكود. بس هندوس do you want، معلش بس على الكتابة البطيئة، do you want to play again. بس نحط له اختيارات كده، هو يكتب يس او نو، ونكتب يس كات. بس كده. وفي حاجة تانية بقى هنعملها كويسة، تعالوا اشرحها لكم. بص دلوقتي هنكتب حاجتين، اكتبهم وهشرحها لكم دلوقتي. طب هنكتب استريب، طبعا انتوا مش فاهمين يعني استريب، هفهمكم دلوقتي حالا. وهنحط دوت اللي هو نقطة يعني، ونكتب لور. ليه بقى كتبنا الحاجات دي؟ اقول لكم. الستريب دي اللي هي بتمسح الفواصل، يعني ممكن مثلا يوزر يكتب يس كده، فاهم، يكتبها كده، فهو ايه يحسبها له صح، اللي هو يس ويعيد، فاهم، من غير ما يسأله بقى ومن غير ما يطلع له ايرور، فاهم. بس لا، فعرفنا ان الستريب دي بتمسح السبيسز. حلو. لور بقى بتعمل ايه، يعني مثلا لو كتبت يس كده، حلو، هيحسبها صح عادي. لو كتبت يس كده هيحسبها صح عادي. ده بيخليها للسمول بتاعها، اللي هو بيوجعها كده. حلو. وده هو اللي احنا عايزينه. بس كده. ف يلا بينا نكمل الكود عشان قربنا نخلص خلاص. بس هنرجع بس للحتة دي، ننزل كده هنكتب if again ده اللي هو الفاريبل اللي احنا عملناه فوق.
علامة تعجب يساوي، قلنا علامة تعجب يساوي دي من الحلقة اللي فاتت قلنا ايه؟ انها not equal، اللي هي مش يساوي كذا. طيب لو ما طلعتش بيساوي كلمة يس، وليه كتبناها سمول؟ علشان هنا في سمول، عشان احنا عاملين اصلا البتاع ده يتحول سمول في الاخر. طيب لو ما كانتش بتساوي يس، هننزل كده ونطبع له ايه؟ رسالة وداع، print مشروع thanks for playing thanks for playing، وبعدها نكتب له ايه؟ goodbye. بس كده، وبكده خلصنا المشروع بتاعنا. بس في حاجة لازم نكتب في الاخر ايه؟ بريك. ليه بريك؟ عشان في الاخر لما بريك دي في حالة الاف دي بس، ان احنا ايه؟ خلاص بعد بريك دي كده الوايل ده هيتكسر، ان هو ايه؟ مش هيشتغل. وبس كده، وده يبقى الكود بتاعنا. فيلا بقى نعمله رن. بس وفعلا عمل ان هو بيقول لنا welcome to the number guessing game. اهلا وسهلا يا سيدي. I am thinking of a number between 1 and 100. هنكتب له مثلا 50. بيقول لك too low اللي هو اقل قوي، معنى كده ان هو اعلى من 50، فنكتب له مثلا 80. بيقول لك too low برضه، نكتب له، بص هنا خدت ايه؟ خدت سبيس، بالتالي ايه؟ قال لي please enter failed number، يبقى الحته دي شغاله. طيب نكتب له مثلا 90. بيقول لك too low، نكتب له 95. too low برضه نكتب له 96. 97. طلع الرقم اللي احنا اللي هو اختار الكمبيوتر بيقول لك ايه؟ هو 97، وبيقول لك كوريكت. بس وحاولنا وعملناه بكام؟ في 6 محاولات. وبس كده، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتدوس على زر الاشتراك اللي تحت. ولو عندك اي فكره مشروع عايز نعملها الفيديو اللي جاي، اكتبها لي تحت في التعليقات وارد عليك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبس كده، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتدوس على زر الاشتراك اللي تحت. ولو عندك اي فكره وبس كده، ومتنساش تدوس لايك على الفيديو وتعمل ايه ده؟